أربيل يحاول أن يهاجم منذ البداية للشوط الثاني على مرمى الطلبة، وبرونو أربيل ضاعت. أوليفيرا يطلق صاروخ على مرمى الطلبة. الله 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 على كرة رائعة عن طريق البرازيلي ومدافع اليمين لنادي أربيل برونو أوليفيرا، يسدد كرة قوية على مرمى الطلبة ومن مسافة بعيدة تقريبا من 35 يارد، لكن العارضة الأفقية تنقذ مرمى الطلبة من هدف كان قريب لأربيل. وهنا لاوندي خطيرة وهدف أول. الطلبة الأنيق يسجل هدف أول عن طريق لاوندي. حسين لاوندي من جديد يسجل في مرمى أربيل من جديد أمام فرحة جماهير الطلبة. حسين لاوندي، الله، هدف 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 للأنيق يسجل عن طريق اللاعب حسين لاوندي، وينفرد بحارس المرمى ريباز عبد الله ويضعها بكل هدوء في مرمى أربيل، ويعلن عن افتتاح التسجيل أمام فرحة جماهير الأنيق. ويرد الطلبة على تسديدة برونو أوليفيرا لاعب أربيل بهدف في المرمى، وحسين يضيف هدف السابع الشخصي له خلال هذا الموسم لفريق الطلبة، ويصبح الهداف الأول لفريق الطلبة ب7 أهداف بعد تسجيله الهدف السابع الشخصي له والهدف الأول للطلبة في مرمى أربيل. لاحظ لاوندي بمرور ناجح داخل منطقة الجزاء ولحمها بالمباشر في المرمى ليعلن عن افتتاح التسجيل للطلبة في مرمى أربيل. أفضل الشوط الثاني، الدقائق الأولى من الشوط الثاني أفضل من الشوط الأول، ولاوندي ثالث هدف ثاني الطلبة الأنيق، هدف آخر، هدف ثاني لاوندي نجم الدقائق الأولى للشوط الثاني. حسين لاوندي يسعد الأنصار المشجعين الطلبة الأنيق يضرب بقوة من خلال البداية للشوط الثاني على حساب أربيل، وعن طريق اللاعب المميز، اللاعب المتألق، اللاعب اللي يصنع الفارق من خلال هذه المباراة ومن خلال المباريات الماضية بالنسبة للطلبة. حسين لاوندي يظهر بشكل رائع مع الطلبة، لاعب سامراء السابق يتألق ويبدع مع الطلبة خلال هذا الموسم. لاحظ الإعادة، لاحظ التمريرة، لاحظ الأسيست، لاحظ المرور، لاحظ الكرة اللي وضعها حسين لاوندي من تحت الحارس ريباز عبد الله حارس المرمى لأربيل ليعلن عن تسجيل هدف آخر للطلبة في مرمى أربيل. حسين لاوندي يضيف هدف الثامن وهدف الثاني في هذه المباراة. اعتراض أمجد راضي على القرار وهدف أمجد راضي يسجل هدف لصالح نادي أربيل. أمجد راضي يسجل هدف أول لأربيل في مرمى الطلبة ويقلص الفارق. الآن أمجد راضي البديل لنادي أربيل إذا يسجل هدف أول ويقلص الفارق مع النجم الدولي السابق صاحب عباس الهداف التاريخي للدوري العراقي، وأعتقد اقترب كثيرا أمجد راضي من الدولي صاحب عباس هداف الدوري التاريخي صاحب عباس ب177 هدف، وأمجد راضي هذا هدف 175 وقد يكون الهدف 177 بين 75 وبين 76 هدف أول لأربيل لأمجد راضي في مرمى الطلبة، وعلى يمين حارس المرمى حسن أحمد، ويسجل هدف تقليص الفارق لأربيل مع المتصدر وأنا محاولة والثالث هدف ثالث لأربيل، هدف ثالث للطلبة زيد تحسين سجل زيد تحسين في مرمى نفط الوسط، والآن يسجل هدف جميل في المباراة الماضية وبنفس الطريقة يسجل هدف ثالث للطلبة في مرمى أربيل في هذه المباراة. لاحظ زيد تحسين يسجل هدف جميل وهو هدف الثالث خلال هذا الموسم مع الطلبة بعدما سجل في مرمى دوك وسجل في مرمى نفط الوسط في المباراة الماضية، الآن يسجل في مرمى أربيل أيضا من كرة ثابتة، سجل في مرمى نفط الوسط، الآن يسجل وبنفس الطريقة من كرة ثابتة هدف في مرمى أربيل. لاحظ الإعادة وهدف زيد تحسين الجميل
على يمين حارس المرمى ريباز عبد الله. إذا في هذه اللحظات أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة الرياضية العراقية، حكم المباراة الدولي مهند قاسم يطلق الصافرة النهائي الكامل للقاء نادي الطلبة وأربيل، لتنتهي بفوز الطلبة ب3 أهداف مقابل هدف واحد لأربيل. نبارك للأنيق هذا الفوز ونقول هارد لك لأربيل إن شاء الله في المباريات القادمة. أعزائي أحبائي نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في مباراة قادمة. تقبلوا التحيات مني معلق المباراة جمال الدراجي.